طبعا عندنا لما تبقى ماما مش موجوده ومش عارفين نعمل اي حاجه ولسه هنجيب، ممكن اروح اعمل دي كده واخلي العيل يضحك عليه ثانيتين ثلاثه لحد ما ماما تيجي، علشان خاطر ماما ايه ما تجيش جري مثلا من المطبخ فتروح متزحلقه فتقع فتقول انتوا السبب، وبعدين تقعد تعيط وتقول الخلفه واللي جابوه. خلاص يلا خدي يا خالته كوكي، يلا وديها لبابا جيجي يلا. فاللفف بتاعه لفه الوسط بالنسبه للعيال الصغيره لا بتمنع قطم وسط ولا بتساعد الام على انها تشيل، بل انها بتحرر العيل الصغير وبتجيب له تسلخات وبتبهدل الدنيا. موضوع ان انا بقول العيل ما يتلفش، لان ببساطه جدا اتعلمي تعملي سبورت، ان انت تسندي قفاه وراسه بصباع وظهره بكف ايدك وبعدين تشيليه على كوعك وتبتدي تتعلمي الوضعيات، سواء كان بتاعت وضعيات الرضاعه او وضعيات الشيل والكلام ده كله. طيب بمناسبه بقى العيل الصغير اللي يقول لك اصله بيتلوح، اصل هو عمال يعيط، ما حد يجي يكلمني في عيل بيعيط، ودي كلمه ودي اهم حاجه بالنسبه لي، يمكن مش عايز اقول لكم لو خرجتوا بيها من النهارده من عندي بدي يبقى احنا كفايه عليا. العيل اللي بيعيط ممكن يبقى من اول انه متضايق او عرقان او مقريف او جعان او مناخيره مكتومه او عاوز يعمل حمام، دول الحاجات البسيطه، لالتهابات المخ، لالتهابات الودان، لالتهابات مجرى البول، لانسداد معوي، لبدايه تشنجات. فلما يحصل اي حاجه ما بقاش الواحده من دول الكومودينو بتاعها حط عليه 5 6 ادويه مغص، لان اساسا ما بناخدش بيها، كلام فاضي. ها انت صحيت يا بابا؟ لو رضع هاتيه، لكن لو مش رضع مش عارف اسكته. بالمناسبه راس العيل الصغير هنا اول 3 سنين دافيه، وايدين ورجلين يا دافيه يا ساقعه، والترمومتر يعني بطلنا نقيس بالترمومترات خالص، وبنقول العيل مقريف حميه ورضعيه، وبعدين ممكن تديله نص قطار الستال هدي كان بها، ما هديش برضه عيد الكلام من اول وجديد. لقيت الولد لسه متضايق خديه واطلع على مستشفى. اشمعنى يا دكتور انت بتقلقنا ليه؟ ساعات ممكن تبقى حاجه في اولها فبنطمن عليها. موضوع اللوحه، طالما الاب والام مصحصحين وكويسين وماسكين العيل من تحت باطه في العادي خالص، والعيل ما وقعش منها وما اتقطمش وسطه وما اترمش لورا جامد، يبقى انا كده ما عنديش مشكله بالنسبه للعيل. لكن لما نلاقي ناس لافين العيل 15 لفه حوالين وسطه وجايين يشيلوه او مدينه لاولاد عمه ولا اولاد خالته، ولا عيال لسه ما دخلوش في ال5 6 سنين، والعيال مبهدلين نفسهم وعمالين يلعبوا بيه، والعيل ابتدى يعيط، لا نطلع على المستشفى ونعمل له اشعه على صدره، لان ببساطه جدا ممكن تبقى الضلوع مكسوره او مزقه عضله، اللي هي فاكرين لما بني ادم يجي يشيل مثلا شيله تقيله، او واحده مثلا بتوظف في البيت وتجي تنتع جردل او شكاره الرز فتحس ان في تنفيسه من هنا والعضله وجعتها، العضله دي والتنفيسه وتقعد لها اسبوع ما بتعرفش تتنفس، هي دي المزقه بالنسبه للعيال الصغيرين. ملهاش علاقه بموضوع اصل احنا بنجيب له البيضه ونعمل ونقعد نحركها زي الفيديو اللي كان موجود على التيك توك، وتجيب البيضه وتقعد تلف بالعيل الصغير، فالبيضه اول ما تطق تعمل. بصوا انا حضرتها بيضه واثنين وثلاثه وخلصوا وعلى الرده اللي كانت موجوده والرده السخنه، ويلفوا العيل والعيل ينام اول مره من الوجع ببساطه جدا، ممكن ياخد الستال ينام وممكن ياخد اي مسكن وينام. بمناسبة احنا عايزين ننام من العيال الصغيرة، معلش اصبروا ال4 شهور، ما كنتش مستنية 9 شهور علشان خاطر يجي ال4 شهور اللي بعد كده ونيجي نقول لهم ايه؟ لا اصل احنا عايزين ننام العيل الصغير، فالناس تستحمل. بعد كده بقى نبتدي نقول ايه؟ هننام العيل في العربية، ننامه في البلكونة، ننامه هو وابوه في أوضة ونقفل عليهم. لكن ما قبل ال4 شهور الغلبان المسكين اللي رايح الشغل ده يشوف له أوضة. عارف انت النكتة اللي كانت بتتقال ايه؟ بتقال احنا بننيمهم امتى؟ فبنقول لا احنا بننيم بابا في أوضة، وبعد السنه نبتدي نفكر هنجيبه يعني هننيمه في البيت كله ولا لا. ماشي، بس عشان العيل لما بيكبر خلاص بقى كف ايده وتلاقي حد بيلزق الواحد على وشه واصحى يا بابا، ما قبل ذلك بقى العيل عمال يعيط. بصي نعمل حاجه جميله قوي، مشمع على الارض قدام الحمام، شيل الفرش وهاتي مشمع اللي هو زي مشمعات الاكل، ونايم العيل الصغير، وامسك بفوطه اللي هي زي الفوطه بتاعت العربيات اللي هي المايكرو فايبر دي، حط عليها شويه ميه بشاور باي نوع شاور من بتاع الاطفال، مش لازم حاجه اساسيه الا اذا خدنا النوع الفلاني اللي موجود عند حضرتك اللي انت سمعتي وما تستغليش. يعني يقول لك ايه؟ يقول لك ايه اغلى واحد وايه احلى واحد؟ لا الاغلى بالتبعيه هو الاحلى، ولا الاغلى ولا الاحلى هو بالتبعيه الاغلى. فاللي هو ايه؟ خدي حاجه متوسطه برضه عشان خاطر ما نعورش نفسنا، وجبنا وحطينا على الفرشه، وابتدي بقى اجيب من اول هنا لورا، واجيب من ورا الودان، واجيب التنيات من تحت البط، واجيب من تحت من ما بين المنطقه بتاعه الحفاضه وورا الرجلين، وابتدي ابص على الصوابع وابص ورا الودان وابص على الرقبه واشد الجلد، وما اقلقش من ان العيل الصغير بيعيط وبيرفص معايا، لانه ببساطه جدا مهما يرفص مش هيحصل له حاجه. ماشي، وتعلمي ان انت تشد على العيل الصغير وتبقى مفتريه علشان خاطر
ما ينفعش ان انا اسيب العيل الصغير معفن. واللي يقول لك اصله لازم بعد اسبوع والكلام ده كله، قول لهم امال الناس اللي بتعلم العيال من بعد 15 يوم، او من بعد كام في السباحه؟ من بعد شهرين، من بعد 60 يوم بينزلوا العيل البسين. بس بسين الاطفال، اللي هو الميه بتاعتهم اللي هي بتتغير كل اسبوع، والميه ما بتحطش فيها كلور، تبقى الميه نظيفه بس. دي بس الحاجات الاساسيه اللي احنا كنا حابين نتكلم عليها. لبس الشوز بالنسبه للعيال الصغيره بعد سنه، او بعد المشي، مشايه بلاش منها احسن. ودوا الغلبانه ماما فلوس المشايه علشان خاطر، يعني كان في فيديوهين ثلاثه كده العيال كانوا بياخدوا السلالم تك 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 تك، والعيل اتقلب. كان موجود على التيك توك. انا واحد منهم، يعني عيل وقع بيها مره بس خدها وطار، خدها ما اتقلبش. ده ادهم. فمن ساعتها قلنا بلاش. وليا صوره كل ما اجي اطلعها اللي هي الابيض واسود، وانا قاعد في المشايه وكل واحد يقول ايه هو مخلي العيال ما قالكش تمنع المشايه؟ قلت لهم معلش ما كانش موجود. بس دي الاساسيات بالنسبه للعيال الصغيره. اهم حاجه بالنسبه لي عيالك الصغير كلمه من وهو في بطن ماما. بنقولها كده، قرار الجواز في ايدك، لكن قرار التربيه مش في ايدك. ده اهم حاجه بالنسبه لي. فطالما جه العيل خلاص انت مجبر ان انت تربيه، ومجبر ان انت تطلع راجل، وان انت ذكريات عيلك لما يكبر، فحاول ان انت قدر الامكان تبتدي تظبطها.